السلام عليكم وأهلا بكم إلى أول عرض إخباري مفصل مباشرة من القناة الثانية. صباح اليوم على الساعة 8 انطلقت بعموم جهات المملكة امتحانات البكالوريا. نصف مليون تلميذ وتلميذة اجتازوا هذا الصباح أولى اختبارات امتحانات الدورة العادية للبكالوريا. كيف هي أجواء الامتحانات وكيف مرت العملية في بدايتها وفي ظل أي إجراءات؟ الصورة من ورزازات في روبورتاج الحسن بن العالم والتحرير لجليلة بن فتان. نصف ساعة قبل انطلاق الامتحانات أبواب المؤسسة التعليمية سيدي داود بإقليم ورزازات فتحت في وجه 394 مترشح ومترشحة توافدوا على قاعة الامتحان لإجراء أول اختبار لهم. وبالنسبة لشعبة العلوم فقد كانت انطباعات البعض في المتناول. الامتحان داز في المتناول، كان في المتناول سهل شوية وما صعبش بزاف. دوزت هاد الصباح في مادات العلوم الفيزيائية. المهم داز داكشي الحمد لله صافا. المهم الأسئلة كانت في المستوى. بلغة الأرقام بلغ عدد الذين يجتازون امتحانات البكالوريا بإقليم ورزازات أزيد من 7200 مترشح ومترشحة، بينهم 1439 من الأحرار موزعين على 17 مركزا للامتحان. والجديد هذه السنة جملة من الإجراءات بينهم تكييف ظروف الإجراء والتصحيح بالنسبة للمترشحين الرسميين والأحرار الذين يشكون من إعاقة. كذلك تم تجهيز جميع المراكز بأجهزة كاشفة للمعادن تستعمل لرصد أجهزة الاتصال التي تستعمل في عملية الغش. هي إجراءات احترازية تسعى من خلالها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لمحاربة ظاهرة الغش وإعادة الاعتبار والمصداقية لامتحانات البكالوريا.